السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بإذن الله تعالى هنتعلم إزاي نعزل أي حاجة في الأفتر إفكت ونكتب وراها أو نضيف أي حاجة وراها. زي اللي أنتم شايفينه عليا دلوقتي أقدر أضيف أي حاجة ورايا بسهولة، تمام؟ ودي أداة موجودة في الأفتر إفكت اسمها روتوسكوب. هنشرحها بالتفصيل النهاردة وإزاي إن إحنا نقدر نستعملها بكل سهولة. أول حاجة أضيف الفيديو بتاعي في الأفتر إفكت عن طريق إن أنا بدوس 2 كليك يمين هنا وبضيف الفيديو بتاعي، اي فيديو عامه، وبحدد الفيديو بتاعي كليك شمال واعمل نوي كومبوزيشن فروم سيلكشن. بحدد الشوت بتاعي اللي انا عايز اعمل فيه عزل للشخصيه وعزل الشيء جوه الافتر افكت، بعدين ادوس كنترول شيفت دي. كده انا عزلت باقي الفيديو عن الجزء اللي انا اعمل فيه عزل للشخصيه او عزل لاي حاجه جوه الافتر افكت، عشان الروتوسكوب او العزل عامه ما يتطبقش على الفيديو كامل. وبعدين ادوس على المشهد بتاعي وادوس كنترول دي، كده بيكرر لي المشهد. ادوس 2 كليك يمين على المشهد بتاعي واروح على علامه الروتوسكوب اللي موجوده هنا، احدد الشخصيه اللي انا عايز اعزلها او الحاجه اللي انا عايز اعزلها بالتفصيل. بفضل امشي الفرشه دي على الحاجه كلها بالكامل لحد ما احدد الحاجه بالكامل. طيب في حاجات او في اختصارات انت لازم تكون عارفها وانت بتتعامل بالروتوسكوب. احنا دلوقتي عايزين نعمل زوم ان وزوم اوت، بندوس الت من الكيبورد وعن طريق السكرول بتاع الماوس بعمل زوم ان وبعمل زوم اوت عادي. طيب في حاجه عندنا اسمها الموجب والسالب. الموجب لو احنا عايزين نضيف حاجه للسلكشن بتاعنا، والسالب لو احنا عايزين الحاجه دي مش ما تكونش من ضمن السلكشن بتاعنا. ازاي؟ انا نفترض مش عايز الكرسي ده يكون معايا، انا عايز اعزل مصطفى بس، فادوس الت برضه هيتحول معانا للسالب، بنمسح الكرسي بتاعنا، تمام؟ زي ما انتم شايفين. عايز ارجع ادوس كنترول زد. طيب انا عايز اكبر الفرشه بتاعتي، زي ما انتم شايفين الفرشه بتاعتي صغيره، انا عايز اكبرها عن طريق ان انا بدوس كنترول من الكيبورد وادوس كليك يمين من الماوس. بالماوس بتتحرك يمين وشمال، يبقى احنا كده عندنا ثلاث حاجات: دوس كنترول وكليك يمين وبتتحرك يمين وشمال، الثلاثه مع بعض. زي ما انتم شايفين الفرشه بتاعتنا بتكبر وتصغر معانا. انت عزلت الشخصيه وحددت كل حاجه، بتدوس على كلمه فريز اللي موجوده تحت في القائمه اللي انت فاتحها دي او الواجهه اللي انت فاتحها. بيحدد معانا، بيفضل يعد كده شويه، بتستناه شويه لحد ما يبدا ينزل الحاجه اللي انت حددتها. بعدين اقفل الواجهه بتاعتي وارجع للفيديو تاني اللي انا عزلت فيه الشخصيه اللي هو ده، وليكن الونه بلون مختلف عشان تكونوا فاهمين اللي انا بعمله. ده الفيديو بتاعنا من غير الشخصيه. لو خفينا الفيديو اللي تحت، تعال نشوف كده، عزل لي او اتبقى لي الفيديو اللي انا عزلته. خلينا نرجعه تاني. هنا بقى بتقدر تضيف اي حاجه، مثلا وليكن انا اجيب الفيديو ده، اي حاجه في الدنيا وبتقدر تضيف وراك. تكتب بقى كلام، صور، فيديو، اي حاجه انت عايزها تقدر تضيفها وراك بكل سهوله. في برضه شويه اعدادات كده انا بفضل ان انت ما تستعملهاش الا للضروره القصوى، زي مثلا الاعدادات دي بتفضل مثلا لو مثلا الحاجه دي بتتحرك كتير او بمعنى صح مش مظبوطه معاك شويه، فانت بتقدر تتحرك من هنا، بتلعب في الاعدادات دي لحد ايه، زي ما انتم شايفين، لحد ما تظبط الحاجه معاك، تمام؟ بس ده غالبا يعني بقول لك في الحاجات المهمه خالص يعني. فبس دي كانت فكره الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون الفيديو قد نال اعجابكم. لو عندكم افكار او حابين ان انتوا عايزين تتعلموا حاجه جديده في الافتر افكت او اي برنامج سواء على الموبايل او على البي سي، ابعتوا لي تحت في التعليقات، وابعتوا لي برضه على الانستجرام. فبس دي كانت فكره الفيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.